مفيش اسهل ولا ابسط من كده. عملناها بمكونات بسيطة جدا في البيت وبكل سهولة. اتمنى تدعموا الفيديو ده بلايك. نص كيلو قطايف ب20 جنيه، يعني الكيلو ب40 جنيه. احنا بكوبايتين دقيق هنعمل كمية كبيرة جدا. هضيف عليها معلقة من السكر، هضيف معلقة صغيرة من الخميرة، كمان هضيف عليهم نص معلقة صغيرة كده من الفانيليا بالشكل ده. وهقلب المكونات الجافة دي مع بعضها. طبعا ما ننساش اهم حاجة وهي ذرة الملح بتاعتنا. وهنقلب كده المكونات الجافة دي كلها مع بعضها. الفانيليا بتديكي ريحة حلوة جدا وطعم جميل قوي للقطايف. بعد ما قلبتها معايا كده بالشكل ده، هجيب بقى عندي المية بتاعتي، ودي ميه دافيه. عندي كوبايتين وربع من الميه الدافيه. مهم جدا تكون دافيه مش مغليه، لان لو مغليه هتبوظ معاكي الخميره. تمام. هبتدي انزل بالميه بتاعتي تدريجيا كده بالشكل ده. ممكن تشتغلي بالعجينه دي والمكونات دي في الخلاط عادي جدا. بنزل زي ما قلنا، يعني مش بنزل بالميه كلها مره واحده. طبعا الخطوه دي على زي ما قلنا انواع الدقيق بتختلف من نوع للتاني. لازم اخدها كده بالشكل ده عشان ما يكونش فيها اي تكتلات. هنزل برضو بباقي كمية المية. طبعا لو مش حابة تعمليها على ايدك تقدري تعمليها زي ما قلنا في الخلاط، وهتكون اسهل طبعا بكتير. بس احنا حابين نسهل الدنيا على نفسنا وعلى الناس علشان ما يبقاش في اي مشكلة. عجينة القطايف من اكتر الحاجات اللي ما بتاخدش اي وقت خالص في التحضير. بسيطة جدا ومكوناتها موجودة في كل بيت. بستمر برضو في التقليب كده لحد ما اتاكد ان الخليط بتاعي ناعم ومفيهوش اي تكتلات. بصوا القوام بيكون كده، شايفين قوامها بيكون خفيف كده بالشكل ده. بصوا انا ما اخدتش كل كميه الميه، يعني اتبقى معايا دول. يعني خدت معايا حوالي كوبايتين واقل من ربع الكوبايه، يعني دول اللي اتبقوا معايا من ربع الكوبايه. هجيب بقى حاجه عندي تكون لها بوزه بالشكل ده، وهجيب بقى عندي مصفى. ومهم جدا الخطوه دي اننا نصفي الخليط بتاعنا علشان ما يكونش فيه اي تكتلات، ونتاكد ان هو خليط ناعم جدا. شايفين القوام؟ هو ده القوام المظبوط لعجينه القطايف بتاعتنا. شايفين بقى هنا اي تكتلات دقيق طلعت معانا في المصفى بالشكل ده. وبكده خليط القطايف بقى جاهز معانا. بصوا بقى القوام، شايفين بقى الجمال؟ بجد تحفه يا جماعه. بالنسبه لي بشوف ناس بتعمل القطايف بالسميد وبتعملها بحاجات تانية كتير، بس انا بالنسبه لي القطايف هي دقيق، ميه، سكر، خميره، مش اكتر من كده. ممكن لو حابه تضيفي معلقه لبن بودر براحتك خالص، بس احنا القطايف بتاعتنا النهارده اقتصاديه وتحفه جدا. انا مش بسيب القطايف بتاعتي تريح خالص، في ناس بتسيبها تختمر 10 دقايق، بس انا بشتغل فيها على طول وبتديني برضو نتيجه حلوه جدا. يلا بينا نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. في طاسه عندي على النار، الطاسه بتاعتي تكون سخنه بالشكل ده، وهبتدي اجيب الخليط بتاعي واديله تقليبه كده. ومهم جدا قبل كل مره ما نفضي فيها او نصب الخليط بتاعنا لازم نديله تقليبه بالشكل ده. وهبدا ان انا اصب خليط القطايف تمام كده. بتصبيها بقى على حسب الحجم اللي انت عايزاها، لو عايزاها اكبر من كده براحتك، عايزاها اصغر برضو براحتك، مفيش مشكله. هسيبها بقى عندي لحد لما تستوي. شايفين الفقاقيع اللي ابتدت تظهر دي؟ مش عارفه هي واضحه في الصوره ولا لا. مش هلمس القطايف ولا اروح يمها الا لما اتاكد انها استوت.
هعرف ازاي ان هي استوت؟ لما الفقاقيع دي تبتدي تزيد في القطايف بتاعتي، يبقى كده القطايف بتاعتي استوت معايا تماما. شايفين بقى فقاعات ابتدت تظهر؟ شايفين شكلها؟ كل ما الفقاقيع دي ازدادت معايا كده القطايف بتاعتي بتكون استوت سوا المظبوط اللي لازم تكون واخداه. اول لما لون العجينه يغير واللون الابيض بتاع الخليط بتاعي يختفي وتتحول معايا للون ده، يبقى كده القطايف بتاعتنا استوت تماما. بصوا بقى، شايفين شكلها؟ ببتدي بقى احركها كده بالشكل ده، هي بتتحرك معايا اول لما بتوصل معايا للسواء المظبوط. بصوا بقى شكلها، اللون فاتح جدا. انا مش عايزه القطايف بتاعتي تكون واخده لون اكتر من كده، يعني عايزه اللون يكون فاتح بالشكل ده علشان لما احطها في الزيت تستوي معايا سوا مظبوط وتكون مقرمشه جدا. لو احمرت معايا اكتر من كده مش هتاخد وقت في الزيت، بالتالي مش هتكون مقرمشه. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ تحفه جدا. هنزل بكميه تانية برضو بالشكل ده. مهم جدا اول ما اخرج القطايف بتاعتي اغطيها بفوطة مطبخ نظيفة علشان تبقى معايا طرية جدا ومظبوطة وما تنشفش معانا. شايفين بقى شكلها؟ اول لما اللون ده يغير معايا هبدأ ان انا احركها. بصوا بصوا بتستوي ازاي. شايفين بقى؟ اللهم بارك. دي اخدت مني لون. انا هنا حبيت اوريكم الفرق بين اللون الفاتح واللون اللي هو الغامق. ده بيكون الشكل. دي هتستوي معانا على راحتها، انما دي هتستوي معانا بسرعه لانها اخدت لون بالشكل ده. بصوا بقى، بصوا شوفوا، اللهم بارك. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ بصوا اللون. عايزه اقول لكم كمان هي طريه جدا. لازم نسيبها تبرد على فوطه مطبخ ونغطيها كويس جدا. ملحوظه مهمه، الطاسه بتاعتي انا ما بدهنهاش اي ماده دهنيه، يعني انا بشتغل بيها كده من غير اي حاجه. ولازم تكون الطاسه بتاعتنا غير قابله للالتصاق، يعني ما بيلزقش فيها الاكل. دي كل تكات مهمه جدا ولازم تتبعوها عشان توصلوا للنتيجه دي. بجد اللهم بارك، النتيجه تحفه جدا. ايه رايكم بقى؟ كمان النار بتاعتك لازم تكون زي الشمعة بالظبط، ما تكونش عالية علشان القطايف ما تاخدش معاكي لون بسرعة. هكمل كل الكمية وارجع لكم. وده شكل القطايف بتاعتنا بعد لما خلصت. اللهم بارك، الكمية حلوة جدا. بصوا بقى الطراوة والجمال. بصوا شايفين قد ايه حلوة جدا ومش بتقطم يا جماعة، يعني القطايف طرية قوي ومش بتتقطم معانا. شايفين شكلها؟ ده بقى الفرق بين ان انا بقول لكم اللون يكون فاتح. شايفين اللون ده واللون ده؟ ده لون غامق شويه. بقول لكم ما تطلعوهاش غامقه، يعني اللون يكون افتح بالشكل ده علشان لما تيجي تستوي معانا تبقى مقرمشه. لو انتوا مش حابينها مقرمشه عادي، يبقى هتطلعوا اللون الاحمر ده او هتحمروا درجه كمان شبه دي كده. يعني انا هنا عامله لكم واحده كده وواحده كده، وبصوا انتوا بقى اختلاف الدرجات. ده شبيه بلون البانكيك شويه، بس طبعا احنا مش عايزينها اللون ده، لان لو نزلت معانا الزيت باللون ده هتحمر بسرعه جدا ومش هتكون مقرمشه ولا مستويه مظبوط. تمام، يبقى نحاول ما بين الدرجتين دول، بس الافضل بالنسبه لي الدرجه دي علشان القطايف بتاعتي تستوي معايا سوا مظبوط وتكون مقرمشه. شايفين بقى؟ من كوبايتين دقيق عملنا اللهم بارك قد ايه. لازم جدا نطلعها كده ما بين فوطين مطبخ ونغطيها اول ما تخرج معانا من الطاسه على طول علشان تكون معانا طريه بالشكل ده. حتى كمان اللي اتحمرت معايا يعني زياده، بصوا انا حبيت ان انا اوريكم واحده باللون ده وبقيه القطايف تكون بالشكل ده. حلوه جدا يا جماعه وموفره. انا هنا بحب احشي القطايف بتاعتي زبيب وجوز الهند. ممكن تحشوها اي مكسرات، ممكن تعملوها ساده، ممكن تعملوها بالجبنه لو انتوا حابين. القطايف ليها حشوات كتير جدا. طبعا بحفظها ازاي في الفريزر. القطايف ما ينفعش نعينها في الفريزر وهي كده. تمام. هنيجي نطلعها هتلاقوها بتقطم معاكم ومش مظبوطه خالص. لكن الافضل ان احنا هنحشيها ونخزنها في الفريزر
محشيه جاهزه، وكمان هتطلعوها يدوبك على القلي على طول. تمام كده. هبتدي بقى احشي القطايف بتاعتي بالشكل ده. هحاول ما ازودش الكميه معايا، وهبدا ان انا اقفلها كده. بصوا بقى، بصوا شوفوا الجمال بقى واللحظه الجميله بجد. القطايف حلوه جدا، وبصوا وبتقفل تمام قوي، كمان ما بتقطمش معايا وما بتفكش. علشان بقى نثبت القفل اللي احنا قفلناه ده، هو ثابت تمام وهتنزل معاكي الزيت، هتكون حلوه جدا. بس بحب اعمل لها شكل كده. بجيب بقى عندي الشوكه وببتدي امشي على اطرافها كده بالشكل ده اهي. شايفين كده؟ ادت معايا شكل روعه يا جماعه، مفيش احلى ولا اجمل من كده. ايه رايكم؟ بجد تحفه، تستاهل مليون لايك على فكره. تعالوا نعمل واحده كمان. كمان ممكن تحشوا القطايف بالكاسترد، طبعا عملنا بودره الكاسترد في البيت. ايوه هقفل برضو بنفس الطريقه. والله يا جماعه بتقفل حلو جدا. لو مش حابين خطوه الشوكه دي براحتكم، بس انا يعني بحب اديكم افكار، وبحب ان انا يكون شكلها مميز كده. كمان لو عندكم في جهاز كده بيقفل السمبوسك والقطايف، برضو بيديكي نفس التعريجه دي. لو مش موجود يبقى هنستخدم الشوكه، مش هتقول معانا لا. ايه رايك بقى يا ست الكل؟ ارفعوا الفيديو بلايك. هكمل باقي الكميه وارجع لكم. في طاسه عندي فيها زيت غزير، اول لما هيسخن عندي هبتدي انزل بالقطايف بالشكل ده. وناخد بالنا لان القطايف ما بتاخدش وقت خالص في التحمير، زي ما انتم شايفين بتحمر على طول، يعني مش بتاخد اي وقت. مقادير الشربات عندي: كوبايتين من السكر، وعليهم كوبايه ونص من الميه، وعصره نص ليمونه. هيغلوا معانا 10 دقايق ونسيبه يبرد تماما، وبكده بيكون عندنا شربات تقيل بارد. حطوا لايك بقى للفيديو، وما تنسوش تعملوا شير لحبايبكم اللي بيحبوا القطايف. عملناها بأقل تكلفة وبأقل الإمكانيات في البيت. هطلعها بقى على طول، هحطها عندي في الشربات البارد بالشكل ده. زي ما احنا شايفين بطلعها على طول على شربات بارد. بصوا لونها بجد تحفة جدا. وده شكل القطايف بتاعتنا بعد لما خلصت. شايفين بقى شكلها وحلاوتها بجد تحفة جدا. وده طبعا اللي بجهزها واخزنها، بغلفها بستريتش راب وبدخلها الفريزر، وبتطلع على القلي على طول. شايفين بقى شكلها؟ عايزه اقول لكم انها مقرمشه. بصوا بصوا الحلاوه. مش عارفه الصوت ظاهر كمان ولا ايه، بس تحفه جدا بجد، جميله. جربوها وقولوا لي رايكم. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. عملناها بمكونات بسيطه جدا في البيت وبكل سهوله. اتمنى تدعموا الفيديو ده بلايك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.